السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي شيوات ميري. كما كتشوفوا معايا في اول لا فيديو، الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي تكون على شكل مملحه رائعه، من المملحات اللي كيجيو غزالين شكلا ومذاقا، وانتم غادي تجربوهم ان شاء الله وغادي غادي تحكموا بنفسكم. بالنسبه للمكونات كما كتلاحظوا معايا عندي 2 اكواب ونصف ديال الدقيق ديال الفورص، عندي الماء الدافئ، عندي واحد 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه اللي غادي ندير اولا زيت المائده اللي عندكم. غادي ندير ملحه، غادي ندير خميره ديال العجينه تقريبا واحد 20 غرام، وغادي ندير 2 معالق كبار ديال الحليب بودره كما كتلاحظوا معايا. غادي ندوزو دابا مباشره باش نعجنوا هذا العجين ديالنا. اول حاجه غادي ندير العجين ديالي في العجانه، غادي نعجنو في العجانه. اذا غادي ناخذوا العجانه ديالنا، غادي نحطوا فيها الزيت اللي قلت لكم، واحد 2 معالق كبار ديال الزيت. غادي ندير الملحه، ندير واحد الحفيره هكا اللي غادي نحط فيها خميره ديال العجينه ديالي تقريبا واحد 20 غرام بحال هكا، داكشي اللي خمر ليا. ثم غادي ندير الحليب بودر اللي عندي. اذا بهذا الشكل كما شفتوا معايا درنا الطحين، درنا الملحه، درنا الزيت، ودرنا الخميره ديال العجينه، ودرنا الحليب المجفف اولا الحليب الجاف. غادي نزيد دابا الماء، واحد شويه د الماء، ثم غادي نعجن العجين ديالي بشكل عادي حتى كنحصل على واحد العجين اللي هو تيكون لين. كتلاحظوا معايا العجين ديالي ها هو تعجن. بعد ما كنحصلوا على واحد العجين اللي هو تيكون رخو بهذا الشكل اللي كتشوفوا، شوفوا صافي. دابا كنخلي العجينه ديالي كتخمر على خطره، غادي نغطيها بواحد ورق بلاستيك وغادي نخليها حتى كتخمر على خطره، ثم نرجعوا باش نكملوا نصايبوا دابا الحشوه ديالنا على ما خمرت لينا العجينه ديالنا. تقريبا واحد نص ساعه راه كتكون خمرات، مع دابا الجو شويه بدا كيسخن. اذا غادي نجيو مباشره باش نهضروا شويه في الحشوه ديالنا. اذا بالنسبه للحشوه فانا غادي نحتاج واحد لاصوص طوماط كما كتلاحظوا معايا. لاصوص طوماط ديالي يلاه يعني يلاه طيبتها يلاه دابا. بالنسبه لمكوناتها فانا درت بالضبط 2 مطيشات حكيتهم، وضفت عليهم البزار، الملحه، الكمون، واحد شويه ديال الكمون، ثم درت الزيت البلديه حتى طبخات لي لاصوص ديالي مزيان وتشربات مزيان. وكنزيد عليها واحد 3 المعالق كبار ديال الكيتشوب باش كتهرس لي الكيتشوب، كتهرس هذيك الحموضه. هذا الا كانت عندكم مطيشه شويه حامضه كتزيدوا عليها الكيتشوب باش كتهرس لها هذيك الحموضه ديالها وكتعتاد لينا لاصوص طوماط ديالنا. وايضا تقدروا تزيدوا مطيشه ديال الحك، انا ما كانتش عندي فما درتهاش. مطيشه ديال الحك تتخلي لاصوص، كتعطي واحد اللون اللي هو رائع بالنسبه للاصوص طوماط ديالنا. عندي ايضا هنا واحد 200 غرام ديال الكفته، عندي بصله متوسطه اللي كنكون قطعتها مربعات، عندي زيت البلديه، عندي الملحه، عندي البزار، خرقوم، الكمون، ثومه. هاد التوابل باش نبنن بهم اولا باش نتبل بهم هاد الكفته ديالي. اذا غادي ندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير. كما لاحظتوا معايا كنديروا البصله في الاناء ديالنا، كنزيد عليها واحد شويه الملحه باش تخليها لنا باش طيح لينا مزيان هاد البصله هادي. كنزيد الزيت، واحد شويه ديال الزيت صافي. غادي نشحروا دابا هاد البصله ديالنا حتى كطيح مزيان، تشحر لينا مزيان عاد باش نرجعوا باش نكملوا باقي المراحل. كما كتلاحظوا معايا بعد ما كتطيح لينا ديك البصله مزيان كنديوها وكنجيبوها مزيان. كنزيد عليها دابا الكفته اللي عندي، قلنا عندنا واحد 200 غرام ديال الكفته. غادي نزيدوا واحد الفصيص صغير ديال الثومه كما كتشوفوا معايا. ثم دابا غادي نبدا نتبل هاد الكفته ديالي. غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت، نديرو واحد شويه ديال الكمون، تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، واحد شويه ديال البزار، الملحه. ثم غادي نخلط هاد المكونات ديالي بشكل جيد. كما كتلاحظوا معايا الحشوه ديالي ها هي وجدات. غادي نطفي عليها العافيه كما كتشوفوا، مازال غادي تكمل الطياب في الفرن. غادي دابا نخلي الحشوه ديالي حتى كتبرد عاد باش ننتقلوا باش نوجدوا هاد الفطائر المالحه ديالنا ديال نهار اليوم. اذا بعد ما كتخمر لينا العجينه ديالنا كما كتلاحظوا معايا
كنشكلها على شكل دائره بهذا الشكل كما كتلاحظوا، اولا على شكل كريسه. كنحاول نرش الدقيق في البلاصه اللي انا كنخدم فيها، ثم غادي نحاولوا نسرحوا هاد الخبزه ديالنا على شكل واحد الدائره اللي تكون كبيره. غادي نحاول نرققها بزاف حيت فيها الخميره كما كنعرفوا. غادي تزيد نفخ لينا في الفران. كتلاحظوا معايا بعد ما كنسرحوا العجينه ديالنا على شكل دائره كما كتشوفوا، كنحاول انا كما قلت لكم نحاولوا نرققوها شويه، ثم كنجي وكنحاول نقسمها لمثلثات بهذا الشكل اللي كتشوفوا هكذا. غادي نحاول هكذا، من بعد المثلث اللي جاني كبير غادي نقص منه بحال هذا مثلا. نحاولوا نديروا واحد المثلث اللي هو مقاد هكذا هكذا. انا ما بغيتهمش يجوني بزاف كبار، داكشي علاش غادي نحاول انني نقص منهم. اذا كما كتلاحظوا معايا العجينه ديالي حاولت انني نديرها على شكل مثلثات كما كتلاحظوا في الصوره. اذا بالنسبه للشكل فاحنا كنشكلوا غادي نوريكم هكا معايا كيفاش خاصنا نحصلوا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للشكل المملحه ديالنا فهي غادي تكون على هذا الشكل، يعني كناخذوا بحال هكا مثلث بهذا الشكل كما كتشوفوا، ثم كنضرب ليه هذا الفوق هذا، ما كنوصلوش لهنا غير هنا فقط. كنديروا واحد 3 ديال الشريطات عفوا حدا بعضهم بهذا الشكل اللي كتشوفوا. كنحصلوا على واحد الشكل اللي بحال هكذا عفوا بحال هكذا كما شفتوا. هنا غادي نحطوا فيه الحشوه. انا بغيت نكمل هو الاول نزوقوا العجينه ديالنا كامله قبل ما نحط عليها الحشوه ديالي. غادي نكمل بنفس الطريقه نفس الشكل، غادي نقطعوهم هكا بالمسكولهم وغادي نوجدوهم عاد باش ننتقلوا باش نوجدوا الحشوه ديالنا. اذا فاش كنكملوا بهذه الطريقه كما شفتوا معايا، كناخذوا دابا الحشوه ديالنا. الحشوه اللي قلنا غادي تكون على شكل صوص طوماط. انا علاش درت صوص طوماط؟ باش ما تجينيش الحشوه ناشفه، حيت حنا كنعرفوا بلي الكفته شويه كتجي ناشفه، خص مع ضروري شي خضره ولا شي حاجه، وانا ما درتش الخضره، درت غير البصله والكفته. فغادي ندير شويه ديال الكفته، غادي نحاول انني نزكيها هكذايا، وغندير فوق منها شويه ديال الفرماج. انا اختاريت انا نخدم بيديا احسن. غادي ندير هكذا شويه ديال الفرماج باش يشد لي حتى الحشوه ديالي. اذا بهذه الطريقه كما كتشوفوا، بهذه الطريقه غادي نحاول نقرب لكم مزيان باش تشوفوا الشكل اللي حصلت عليه. اذا وكنجيب دابا هاد سميتو ديالي بحال هكا ونحاول انني نثبتها بهذا الشكل. نزيدوا شويه الفرماج هنا كذا. اذا بهذا الشكل كنحصلوا على واحد مملحه اللي هي على هذا الشكل. اذا غادي نحاول انني نهزها ونحطها في اللاطه ونكملوا الفطائر ديالنا الاخرين بنفس الطريقه. كتلاحظوا معايا ها هما المملحات ديالي واجدين. غادي ندهنهم دابا بشويه من الفوق هكا بصفر البيض، ما نخليهمش هكاك بلا دهين بهذه الطريقه. ثم غادي ندخلهم الفرن على درجه حراره 200 درجه حتى كيطيبوا لينا مزيان، ثم نعاودوا نتلاقاو.
كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال هاد المملحات اللي درنا اليوم المحشوه باللحم المفروم. كيجيو تقريبا على شكل بيتزات، كيجيو بهذا الشكل كما كتلاحظوا، عجين جدا رطب وخفيف بزاف، كيجيو خاويين من الداخل. انا دائما كنحاول انني ننوع لكم من العجائن ومن المملحات باش دائما حتى نتوما تاخذوا فكره ويكون عندكم واحد الموسوعه اللي هي كبيره من الافكار ديال المملحات، خصوصا اننا مقبلين على شهر رمضان غادي تحتاجوهم اكيد. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. ما تنساوش دائما اللي عجبكم لا فيديو ديال اليوم تخلوا لي لايك، وايضا تنضموا للقناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي، قناه شيوة ميري. خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.